صباح الخير، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. فكرة الايس كوفي في البيت في مصر يعني انا حاسه بكومفورت زون بجد، مش طبيعي، حلو قوي. بصوا بقى، انتوا وحشتوني، عايزه اتكلم معاكم في حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني حاجات امهات وحاجات مش امهات. فنبدا بايه؟ انا حاسه نبدا بالاسئله، اسئله الامهات. دلوقتي انا فطمت حمزه زي ما انتوا عارفين، فالحمد لله التجربه كانت صعبه شويه، ولكن الحمد لله الحمد لله عدت على خير. ولكن دلوقتي حمزه كان بيرضع فكان بياخد لبن، دلوقتي مفيش لبن وهو ما بيشربش لبن خالص خالص. الحاجه الوحيده اللي بيشربها هي عصير البرتقال، ولا اي حاجه تانية، ولا لبن، ولا لبن بالفراوله، ولا لبن بالموز، ولا لبن باي حاجه. فاعمل ايه؟ لو اكيد يعني اكيد انتوا مريتوا بالتجربه دي، اكيد ولادكم ما كانوش بيحبوا اللبن مثلا بعد الفطام، فاديله ايه؟ يبقى فيه كالسيوم. ومش عايزه اعتمد قوي على الاكل اللي فيه لبن، عشان ده برضو ما بياكلش كويس، ما بياكلش كتير. عايزه اقل كوبايه لبن تخش جسمه كل يوم، فاديها له ازاي؟ ايه، اخليها بطريقه لذيذه عشان يحبها. تاني حاجه بقى عايزه اقول لكم بجد والله العظيم، ده مش كلام افلام نهائي، انا مهما سافرت بره مصر، انا مصر بالنسبه لي حاجه تانية، بحبها قوي، بحس بلويالتي فظيعه ليها. وبجد لما ببقى مسافره وباجي راجعه خلاص، ببقى مستنيه اللحظه اللي اوصل فيها مصر. مع ان البلد اللي انا فيها دي مش وحشه خالص، بالعكس، واهلها جمال والبلد جميله، ولكن انا بحس ان انا لا، هي مصر. مصر بحس فيها ان انا مبسوطه مرتاحه، بلدي والله العظيم، معرفش، احساس غريب جدا. وبعدين اول ما بنوصل مصر يعني، وانا في الطياره خلاص وشايفه مصر، احنا تحت يعني، مصر تحتنا، انا بحس ان انا اغاني وطنيه كلها جمعت في دماغي، وان انا لا بجد انا مش عايزه اسافر، انا مش عايزه ابعد تاني عن مصر. فكره بالنسبه لي ان انا كنت اتسالت قبل كده، تقدري ان انت تعيشي بره مصر؟ يعني مستحيل. ممكن ازور بلاد، اقعد ان شاء الله سنه، بس ما اقدرش ان انا اهاجر وابعد عن مصر، ما اقدرش. ده طبعا ما يمنعش ان في فلوج هينزل لكم لاخر يوم ليا في دبي، عملت ايه بالظبط، عملت شوبينج فين، اشتريت ايه، عملت ايه، الكلام ده كله. بلس كمان انا جبت حاجات من سيفورا، بس لسه ما وريتكوش انا جبت ايه، فهوريكم كل حاجه وتقولوا لي ايه اكتر حاجات عايزيني اعمل عليها ريفيو، استخدمها قدامكم الكلام ده. انا بصراحه كنت مقرره ان انا لما اروح سيفورا مش عايزه اشتري اي حاجه وخلاص، او اي حاجه قدامي اشتريها وخلاص، لا، انا في حاجات معينه كنت عايزه اجيبها. وحاسه ان الموضوع دلوقتي بقى سهل قوي في مصر، ان احنا بقى في سيلرز كتير قوي يقدروا ان هم يجيبوا لنا حاجات من سيفورا، فمش شرط ان احنا نسافر. فقلت بما اني سافرت فعايزه اجيب حاجات معينه، زي مثلا الايزي بيك بتاعت هدى بيوتي، زي كده حاجه كده الحواجب من بنفيت، حلوه قوي. هوريكم الحاجات اللي انا جبتها من سيفورا يعني، وتقولوا لي عايزين اكتر حاجه ايه اتكلم عليها. بس كده رغي كتير جدا على الصبح، مش على الصبح بصراحه، الساعه 4 تقريبا يعني، ولكن استنوا الفلوج، هنزل لكم الفلوج وهنزل لكم وانا بعمل جت ريدي وذ مي قبل ما انزل من الاوتيل. عايزه اقول لكم ان هي كانت رحله حلوه قوي الحمد لله، بس كانت سريعه جدا عشان احنا رحنا حضرنا ايفنت ومشينا، فكانت سريعه جدا، فكانت متعبه عشان سريعه. يعني انا حرفيا، انا اصلا من النوع اللي بيحب ينام كتير جدا، بنام اقل حاجه 8 ساعات 9 ساعات. انا السفريه دي حرفيا اول يوم لما نمت 3 ساعات او 4 ساعات وصحيت، وخلصنا الايفنت ونمت بعدها 3 ساعات وصحيت. فانا جيت وانا في الطياره في الرجوع، انا خلاص يا جماعه مش شايفه قدامي، انا ضربات قلبي بقى تعباني، بقى 3 ايام ما بنامش حرفيا. فنمت في الطياره، انا عمري في حياتي ما نمت في طياره ولوحدي، يعني لما بنام يبقى عمرو جنبي فتمام. استنى بس عشان حمزه هيوقع لنا الرينج لايت. فنمت لوحدي، كنت بس الطياره امان جدا، بس الحمد لله بجد انا نمت، كان هيجرى لي حاجه